تبدأ هذه القصة عن مفارقتي للحياة. ما تقلقوش، باسكو هذه الحكاية في الواقع بزاف شابة، والحقيقة اني اصلا مانيش بطلها، لخاطر هذه الحكاية عن طفلة واسمها روبانزل. تبدأ حكايتنا بالشمس. في واحد نهارات طاحت قطرة مشمسة من السما، ومن هذيك القطرة تاع الشمس الصغيرة نبتت واحد الوردة ذهبية سحرية. كانت عندها هذه الوردة القدرة على شفاء المرضى والجرحى. وبعد بزاف من القرون، وبعد مسافة صغيرة ورحلة قصيرة بالبابور، كبرت واحد المملكة وحكمها المملكة زوج محبوبان، الملك والملكة. بصح كانت الملكة راح تزيد، ولكن المرض عياها بزاف. كان الوقت غير يجري، عندها بدات الناس قاعد تحوس على معجزة، أو بالأصح كانوا يحوسوا على الوردة السحرية الذهبية. قلت لكم باللي راح تولي مهمة. بدل ما يشاركوا الاخرين بهبة الشمس، هذه المرأة غوثل جبدت من الوردة قوتها الشافية لروحها، استعملتها باش تحافظ على شبابها لمئات السنين، وكان لازم عليها تغني أغنية مميزة لها. يا زهرة أغمضي وتوهجي، دعي قواك تسطع، أرجعي عقارب الساعة، وأعيدي ما كان لي يوما، ما كان لي يوما. دوكا راكم فهمتوا كاع الموضوع. هي تغني باش تولي لشبابها، تقشعر الجلد، صح؟ لقيناها. سحر الوردة الذهبية شفت الملكة،